هو ايه موضوع الريليشن شيبس ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل لنا في العلاقات اللي احنا مش عارفين نعملها؟ يعني تفتكروا ايه الاسباب اللي مخليانا مش عارفين نتعايش مع بعض؟ من كل 10 بني ادمين بقابلهم بلاقي واحد او اتنين هم اللي مستقرين في علاقتهم، والباقي كلهم عندهم اساطير مدمره. لا، يعني هو واضح ان في حاجه غلط يعني حقيقيه جدا. ممكن بقى نلوم الرجاله، ممكن نلوم الستات، ممكن نلوم القدر، ممكن نلوم الجو، ممكن نلوم السوشيال ميديا، ممكن نلوم اي حاجه، بس هو لازم نقف ونتفرج كده على الموضوع علشان نحاول نعالجه، او على الاقل في حياتنا الشخصيه لكل واحد فينا. عدد الناس السنجل بقى ضخم جدا، الطلاق بقى بالكيلو، البعد عن فكرة الجواز أصلا من بابه كترت جدا، والهارت بريك ده بقى يعني فول سوداني، يعني قاعدين بنقزقز هارت بريك. ممكن ان احنا تطورنا فكريا واجتماعيا لدرجة ان احنا ما بقناش قابلين اي حاجة مش عاجبانا، لان هو جزء من ان الواحد يقعد في علاقة طويلة وان الجواز يستقر على مدى عشرات السنين. محتاجين نقبل حاجات مش عاجبانا، هو واقع. فبحس ان يمكن لما بقارن جيل امهاتنا وجداتنا بجيل زوجاتنا وبناتنا، بلاقي من الاختلافات الجوهرية ان الجيل الحالي متعلم، بيعرف يشتغل، بيعرف يكسب، بيعرف يسافر، بيعرف او بتعرف تقف على رجليها من غير ما انها تكون محتاجة اي حد. وبالتالي لما بيجي حد يتعوج عليها بياخد بالشبشب على وشه. فبقى في المينتاليتي بتاعت اللي هو اندبندنت وومن، ودي حاجة حلوة، المفروض كل الناس تبقى اندبندنت، بس ما هو في الآخر احنا محتاجين بعض. ومهما كنتي اندبندنت اكيد جواكي حتة نفسك تبقي كوديبندنت. بس برضو ما هنرجع ونقول ان في جيل امهاتنا كتير منهم كانوا بيبقوا في علاقات سامة جدا جدا، واحنا يعني ما شاء الله بقى الرجالة القدام التوكسيسيتي بقى اللي هي، مش قصدي طبعا عشان اي حاجة بقولها بتتغير، بس يعني التوكسيسيتي كانت ليجل. يعني طريقة السيد والحماشة والعروبة دي كانت زمان حاجة يعني اللي هو يعني رول. دلوقتي الآية اتعكست، ان انت لو حمش وجامد وراجل في نفسك انت توكسيك. فبقى في البالانس بتاع طب هو انا يعني هبقى راجل ولا هبقى تكسك عليها، ولا هبقى فريش وهتركب. فبقى في صراع غريب عندنا كرجالة، ان احنا مش عارفين نبقى ايه. لو بقينا جامدين وحمشين واللي هو لا دي بنبقى سايكوباث وجاس لايترز وكمية حاجات انجليزي كتير قوي. ولو كبرنا دماغنا وسيبنا الدنيا بنبقى بقرون وبنتركب وبنبقى يعني ما بنبقى نطرف نفسنا كده بالنخ. فهي مشكلة. من الناحية التانية البنات والستات شايفة ان الرجالة ما بقتش موجودة، والرجالة توكسيك، والرجالة وحشين، والرجالة خاينين، وفي كتير رجالة كده. بس طب ما الأكتر إن في رجالة كويسة ومحترمة، بس إحنا بقينا بنتعامل مع كل الرجالة إن هم حاجة فبقى الراجل نفسه مش عارف يعمل إيه. يعني لو جيتوا كده وهديتوا وجبتوا عملتوا سيرفي كويستشنير استطلاع رأي، وجيتوا عند الرجالة وابتديتوا تسألوهم أسئلة بالراحة من غير ما تحكموا عليهم، من غير ما تخوفوهم وترهبوهم وتحسسوهم إن هم أساسا مشكلة في حد ذاتهم، هتلاقوا إن طب ما هو أنا طب ما أنا عايز أعمل الحاجات الحلوة اللي أنتوا بتقولوا عليها دي يا جماعة. ما هو بس أنا ما حدش بيبص في وشي، ما حدش بيعتبرني، ما حدش بيسمع مني. فانا مش عارف اتواصل، مش عارف الكوبري ده محروق، مش عارف اعدي الناحيه التانيه. انا شايفكو حلوين مزز عاجبني بس انا مش عارف اوصل. فبقى في جيلنا
ديسكونكت مش عادي. ما انت يا اما صايع وجامد ومعلم وطاير وغني وسايق وراكب وكل الكلام ده، وفي الاخر طب ما انا بلعب وببقى اصلا المينتاليتي بتاعتي ان انا مش عايز اصلا ارتبط ولا عايز يعني اعمل حاجه غير ان انا اشوف احلى واحده فيكو او احلى 10 فيكو وابقى بس في شاب فريش واضحك عليكو واعمل جوستنج واتسلى. فده في حد ذاته حاجه مقرفه. ولو انا مؤدب ومحترم وباصص في الارض، ما هفضل باصص في الارض بقيت حياتي. الستات والبنات كتير معذورين ان هم معظمهم او غالبيتهم عدوا بقصص مرعبة من الرجالة الوحشين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. عشان برضو كلمة حق تتقال، ان ما هو انتوا يا جماعة لما بتيجوا تنقوا بتنقوا الريد فلاجز بس، اللون الاحمر ده بيزغللكوا. ودي حاجة غريبة يعني، يعني مفهومة بس غريبة. يعني انتوا لو بصيتوا على نفسكم من بره هتقولوا ايه يا بنتي الهباب اللي انت بتهببيه ده؟ من كل الناس اللي حواليكي وكل اهلك وكل اصحابك وكل الجيران والحته والبقال وكل الناس بتقول لك ايه ده ريد فلاج، ابعدي عن الشخصيه دي. بس ما حدش بيسمع، ولازم نخوض التجربه المعفنه اللي بتشفط بقى وراها سنين من الوحاشه، وممكن جواز وفاشل وعيال ومحاكم واسره وقصص فتخلي الواحده تبقى اصلا مش قادره تكائن الراجل ده، مش قادره تشوفه. وهي عندها حق، ما انا بس عشان هي نقت راجل معفن فعمل لها قصه معفنه في دماغها، فبقت شايفه كل الرجاله بنفس النضاره المليطه دي. فبقى من ناحيه الرجاله المحترمه اللي عايزه تتواصل مع البنات المحترمه مش عارفين يتقابلوا، لان الرجاله الوحشه التوكسيك المعفنه هي اللي راكبه قدام وسايقه، والرجاله التانيه اصلا مش عارفه تتشعلق في اكسدام العربيه، منسيه خالص، مش موجوده، مش متشافه. والبنات والستات يعني باصين لفوق خالص. والشباب اللي بيلعب في دوري المظالم دول على فكره مش شرط يكونوا ماديا وحشين او من عيله قليله، او هم نفسهم كرجاله يعني مستواهم اقل من الرجاله التانيه، لكن هم محترمين. هم عايزين يعيشوا، عايزين يبنوا اسره، ومش عايزين يلعبوا، مش عايزين يبهرجوا، يعني عايزين يلموا الدنيا بطريقه حلوه ومحترمه. بس هم مش عارفين ياخدوا دور، يعني مش عارفين ياخدوا دور اساسي، مش عارفين ينزلوا الملعب. ومن الناحيه التانيه الستات والبنات قافلين قفله بنت لذينه، في يعني مقسومين اتنين، يا اما خلاص مش عايزين حاجه من الرجاله دي خالص، ابعدوا عني كلكم على بعض قلبان معده، يا اما هي مستنيه بقى مستر بيرفكت اللي هو بقى ناطحات السحاب، هي بقى ربنا معاها. وعادة في ناس كتير بيبقى شكلهم مستر بيرفكت بعد كده بيطلعوا مستر زفت على دماغه. فبس يعني اعتقد هو الفيديو ده طول مني شوية زيادة، ومش هيروح في حتة من فيديو واحد، ممكن افضل اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. بس يعني تو sum up علشان اقفل الفيديو ده، اللي هقوله للرجالة هو اثبت مكانك، واعرف ان انت راجل ذو قيمة. ولو انت حاسس ان انت مش ذو قيمة قوي، شوف انت محتاج تعمل ايه في حياتك علشان تزود من قيمتك وتزود من قدراتك وتزود من مكانتك وتزود من المصادر اللي تخليك انت كراجل، سواء انت معاك عيلة او لوحدك، تبقى انت راجل هاي فاليو، يعني انت راجل قيمتك عاليه، وقيمتك بتتحدد مش بالفلوس، بتتحدد بنظرتك لنفسك ومبادئك وقيمك والطريقه اللي انت عايش بيها والاختيارات اللي انت بتختارها في حياتك. وانت كواحده بنت او ست بتدوري على راجل، أرجوكي حاولي ما تركزيش على الرجالة اللي هم الريد فلاجز، وحاولي تاخدي خطوتين لورا كل مرة تقابلي فيها راجل. ما تصدقيش أي حد بسهولة، ما تخليش حد يلاف بومبي وكده عمال على بطال من أول ما يشوفك. تأني وما تعمليش خطوات متسرعة علشان تعرفي تفرقي ما بين الراجل اللي هيوجعك والراجل اللي هيصونك. وصباح الجمال، وربنا يوفقنا كلنا.